السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وجبة النهاردة معانا او فيديو النهاردة فيديو مفيد ومغذي، ومليان بالفيتامينات. الفيديو ده للي بيعمل نظام غذائي، عامل رجيم، بياكل اكل صحي، فهو حلو جدا جدا جدا. معانا بصلاية هحطها في الكبة وهفرمها، بصلاية صغنونة او وسط، مش صغيرة اوي يعني. معايا نص كيلو كوسه، معايا 3 طماطميات، 4 قرون فلفل حار. الفلفل ده مش بيبقى حامي قوي، في يعني الفلفل حسب الرغبه. لكن اللي معانا اساسي نص كيلو كوسه وثلاث طماطميات اللي هما حوالي ربع كيلو طماطم، وبصلايه متوسطه. الفلفل الرومي ده يعني لو انت مش عايزه حامي هتحطي رومي، لكن الفلفل ذات نفسه برضو اساسي. هتحطي رومي حامي ده شيء يرجع لك انت حسب الرغبه. تمام لحد كده. معانا طبعا حلة او طاسة او صينية زي ما انت عايزة تحطيها، ومع فيها حوالي معلقة زيت. تنفع بزيت عادي، تنفع بزيت زيت ذرة، زيت زيتون، عباد الشمس، مفيش مشكلة. هي كلها معلقة زيت واحدة ومش هتأثر معانا في اي حاجة. طبعا نزلت بالبصلاية، وفي نفس الكبة هروح ضربة الطماطم. تمام لحد كده معايا. هنزل بعد البصلاية ما اتشوحت، هنزل بالفراخ اللي انا مقطعاها. احنا هنقطعها شرايح زي الشاورما، عشان نبقى فاهمين وواضحين. نص كيلو بانيه متقطع شرايح، عليه كيلو كوسه، عليه طماطم زي ما انت عايزه حسب الرغبه بعينك، وليكي نظريه طبعا في موضوع الاكل. بس هو نص كيلو طماطم هيبقى حلو قوي عليها. يبقى نص كيلو بانيه عليه كيلو كوسه، نص كيلو طماطم، بصلايه كبيره او بصلايتين وسط، وفلفل رومي او حامي حسب الرغبه. نص كيلو كوسة عليه ربع كيلو بانيه، 3 طماطمات اللي هما برضو ربع كيلو طماطم، وفلفل حسب الرغبة. الفلفل اساسي بس حامي او بارد ده حسب ما يرجع لك انت. حطينا هنا الطماطم وهنضربها في الكبة. هجيب الفلفل وهبتدي ان انا اخرطه على البانيه. طبعا البانيه اول ما نزلت بيه حطيت له شويه فلفل اسود، وحطيت له مكعب مرق الدجاج عشان ياخد طعم. ما طلعتش برضو في التصوير، مش عارفه ليه. هي تقريبا الكاميرا ما كانتش شغاله. هبتدي بقى اخرط الكوسه عليها. تجيبي كوسه رفيعه كده وحلوه، وتكون طازه فريش عشان خاطر تبقى ما فيهاش بذر من جوه، وما تنزلش ميه كتير. كل الكوسه ما بتكون صغيره ما فيهاش بذر من جوه، ما تبقاش مموعه او طريه من جوه. لما تسويها تبقى ماسكه نفسها وناشفه. طبعا معانا كميه الكوسه اللي هي نص كيلو كوسه وربع كيلو بانيه متقطع. نص كيلو بانيه، كيلو كوسه، نص كيلو طماطم، بصلايتين كبار. عايزه اقول لكم الوجبه دي تكفيكم يومين. لو عدد الانفار اللي جوه الشقه من 4 ل5 انفار هتكفيكم يومين. وجبه مغذيه، مليانه فيتامينات. خضار طبعا اغلب الوقت ولادنا مش بياكلوه. دي بتاكليها كده بالمعلقه، بتاكليها مع رز ابيض زي ما انا هقدمها دلوقتي، بالعيش. بتوع الرجيم هياخدوا 5 معالق، من 3 ل5 معالق حسب كمية الرز، من 3 ل5 معالق. بس هتاخدي من الكوسة دي زي ما انت عايزة، فاهميني طبعا، لان دي اصلا خضار وصحية وعدد السعرات الحرارية بتاعتها قليلة. عايزة تاكليها بالعيش فهتاكليها بنص رغيف، عايزة تاكليها بالمعلقة فانت هتاكليها بالمعلقة. وحتى لو جوعتي بعد كده ممكن تاخدي حبة في طبق وتاكليهم بالمعلقة كده. شيء مغذي وفي نفس الوقت مفيش فيه مشكلة. هنحط شوية ملح وشوية بهارات وشوية فلفل اسود، مش هنحط حاجة تاني غير
غير خلاص كده مفيش اي حاجة تانية هتتحط. هنسيبها تتشرب طبعا الطماطم اللي احنا حطيناها مع المية بتاعة الكوسة، وهنشوف عوزنا شوية مية كمان هنحط. هنا انا كنت حطيت لها حوالي بالظبط نص كوباية مية، لان السبانخ سوري الكوسة كانت ايه ناشفة شوية. حاجة برضو من الحاجات اللي بتخلينا من الولاد ما بيروحوش ناحيتها، او حتى الكبار بيبقوا مش حابينها ان هم ياكلوها، ان احنا بنسويها سوا كامل، وممكن نهريها شكلها مش بيبقى حلو. انتوا فاهميني؟ فلا، حاولي نزليها بقدر الامكان بنسبة سوا 90%، وخلي ال10% دول يعني اللي هي مش بسوا كامل. خليها تقرش كده في بقك وانتي بتاكليها، ماسكه نفسها وانتي بتغرفيها، هتلقي شكلها حلو والولاد ما قرفتش من شكلها، او حتى الكبار عامه. طبعا هنا انا غرفت طبعا في طاجن، لان الجو طبعا ساقع جدا والاكل بيبرد بسرعه. ومعاهم طبعا 5 معالق رز ابيض. طبعا لو ما حطيتيش لايك للفيديو يا ريت تنزلي تحطي لايك للفيديو، ولو ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد، و... والقناه تكبر بيكم. ده الف هنا وشفا يا رب. وجبه حلوه ومغذيه، يا ريت تعملوها وجربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات. لو في اي تعليق اي طلب قولوا لي عليه، وانا ان شاء الله هرد عليكم في الكومنتات او في فيديو، عشان خاطر لو في حاجة محتاجة شرح او تفصيل هتفهموها اكتر من الفيديو اكتر من الكتاب. بصوا شكلها حلو جدا، ولا هي مهرية ولا هي شكلها مموع ولا اي حاجة خالص. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا جدا، ويا ريت يا ريت تقولولي. مع السلامة، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.